في الفيديو ده بقى هعرفك ازاي تصلحي اشهر عيب ممكن يقابلك في قطع الكونكريت. لو قطعة طلعت معاكي فيها فقاعات اللي هي بابلز زي دي كده، او فيها خدوش او جروح، هنعالجها ازاي؟ ممكن العيوب دي تكون في القطعة نفسها او في ظهر القطعة، زي المبخرة اللي معايا دي فيها عيوب في المبخرة من تحت وفيها كمان في ظهرها. طريقة تصليحها بقى هتكون بالمعجون. هنجيب معجون حوائط، واحنا استخدمنا المعجون ده قبل كده في طريقة التخشين. يبقى كده المعجون بستخدمه في حاجتين: أول حاجة في طريقة تخشين القطع، تاني حاجة في تصليح العيوب. أشهر ماركة من المعجون هي GLC. لو ما لقيتوهاش هاتوا إكس كود زي اللي معايا ده، أو هاتوا لاتكس سايبس، أي ماركة عادي، أهم حاجة يكون معجون حوائط، وده كده بيكون شكله. خدت بقى شوية من المعجون في علبة، وهحتاج مية وهحتاج عصاية أقلب بيها. ممكن نشتغل بالمعجون زي ما هو على طول، وممكن نضيف عليه مية بسيطة علشان يكون سلس أكتر. أنا هضيف عليه نقطة مية وهقلبه كويس علشان يكون سهل أكتر وأنا بستخدمه. ده كده بقى شكل القوام بتاعه. هبل بقى صوابعي بالمية بسيط كده، وهبدأ اخد المعجون وافرده بصوابعي على العيوب. وأول ما بنفرد المعجون على العيب بيبدأ يختفي كده، والقطعة بترجع سليمة تاني. هافضل بقى آخد معجون وافرده بصوابعي كده على العيوب بالشكل ده لحد ما كلها تختفي. طبعًا الموضوع لو من غير جلافز هيكون أسهل وأسرع من كده، أنا بس علشان الجلافز اللي لابساه بيعمل خطوط على القطعة، فمشيت عليها كذا مرة علشان أسويها. وهاكرر نفس الخطوة، هاحط معجون وافرده، وبعدها هابل صوابع مَيّة وامشي عليه تاني علشان أشيل أي زيادة من المعجون هتكون موجودة. كده الجزء ده خلص، هاعمل بقى ضهر المبخرة بنفس الطريقة دي. كده أنا خلاص خلّصت، هاسيبها بقى تنشف ربع ساعة كده. وده كده شكلها بعد ما نشفت، العيوب ما بقتش موجودة خالص. وطبعًا لسه المعجون ما نشفش على القطعة تمامًا، هو بيحتاج يوم كامل قبل ما نبدأ نلونها، ولمّا المعجون ينشف خالص لون القطعة هيبدأ كله يتوحد. هاجيب بقى أي صنفرة ناعمة، اللي معايا دي رقمها 800، وهاصنفر بيها ضهر القطعة من تحت.
وده كده شكل القطعة الأخير، ما بقاش باين عليها أي عيوب خالص وهنستخدمها بدل ما كنا نركنها. وبس كده خلصنا. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.